السلام عليكم أحبائي حبيباتي، كيف انتم؟ مزيانين بخير؟ أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير بألف خير ودايما بخير. مرحبا بكم مع شيوات مغربية في غانا، وعواشكم بركة مسعودة بكل ما كتمنوا إن شاء الله بإذن الله. اليوم جبتكم واحد الوصفة اللي كنحتاجوها كاملين في البيوت ديالنا، وهي صوص الطوماط اللي ما كتختار دايما كنشروها بأثمنة مختلفة على حسب الماركة ديالها. بغيتو تعرفوا الطريقة ديال التحضير ديالها سهلة، خليكم معايا مع هاد المقادير. عندنا هنايا الرند، ورقة سيدنا موسى، عندنا 4 الفلفلات احمر، فلفل طويل حمر، عندنا 2 ريمونات او البربع، الثومه بالقشور ديالها، عندنا 4 البصلات، عندنا المعدنوس هنايا، وعندنا 4 كيلو طوماطيشه ومطيشه على حسب الكميه نتوما اللي غتختاروا، وعينكم ميزانكم. يعني تبارك الله، تحية المرأة المغربية في أنحاء العالم. راه غير تشوف الحاجة كتعدله، يعني كاملة كلشي عنده كلشي عنده لاباس الحمد لله. هاد الصوص هادي كتجي غزالة بالصايف بزاف، وكتخرج واحد كمية كبيرة كنحتاجوها في البيتزا، في التشيشة ديالنا، في جميع الحاجات اللي كتحتاج، مكرونات، الروز، كلشي. هنايا نقطعوا المقادير بطريقة عشوائية. قطعنا مطيشة على 2، هنايا كنعملو 2 ديال البربة أو ريموناتشا. هنايا كنقطعوا الفلفل الأحمر، هي الطريقة عشوائية كتقطعوا. كنقطعوا البصلة حتى هي، وكنعملو كلشي في الطنجرة. كنزيدو الثومه بالقشور ديالها على حسب الكمية اللي كتعملو، الكمية عندكم ميزانكم. والمعدنوس ديالنا، هاد الصوص هادي كتجي غسالة، كتجي بحال الصوص اللي كان معروفة ومشهورة بالطريقة ديالك، صحية في الدار ديالك، كتجي غسالة. هنايا الورق الراند او ورقة الغار او ورقة سيدنا موسى، كل واحد شني كيقولها. هنا التوابل، عندنا الفلفل الحمار، عندنا الملح، عندنا سكنجبر، عندنا قزبر الحبوب، عندنا كمون، عندنا اليبزار. معلقة وعلى حسب الكمية كنضيفوها. كنعملو الملح وكنعملوها فوق كنعملو شويه، وكنعملو الزيت ديال العود او زيت بلديه، واللي ما كيتوفرش عليها كيعمل الزيت العاديه، زيت المائده. وكنعملوها حتى طيب، كنعملوها فوق النار، كنعملو الماء وكنعملوها فوق النار حتى كطيب معنا، وكتولي على هاد الشكل هذا. هي طايبه معنا. من بعد كنزولو ورق سيدنا موسى، كنزولوه ومن بعد كنطحنوها، وكنزولو حتى ريموناتشا البربع، حيت داك البربع كتعطينا الكولور، كتعطينا اللون مزيون. فهاد الاثناء هذا كنطحنوه من بعد كنزولو داك ورق الغار معايا التنسيد. من بعد زولتو كتجي غزاله وسهله، وكتخرج واحد الكميه كبيره. هيا بعد ما طحنا الصوص ديالنا على هاد الطريقه هذه، كنصافيوه في المصفى ديالنا باش داك القشور كلشي كيبقى كيعطينا غير الصوص ناعم، كيجي كيحمق. يعني غتبقاو تعملوا به مكرونه، سباكيتي، دجاج، تشيشه، الحاجه اي حاجه كتحتاج صوص طوماط. وتزيدوا معها حتى الزعتر ديال البيتزا، هذه معتمده عندي. وهنايا بعد ما طحناها كيجي على هذا الشكل هذا. الصوص كتجي خاطره غزاله. بغيتي تزيدوا له شويه الفلفل الحمر، بغيتي تزيدوها باش تجي حامره بحال اللي كتباع في المتاجر، ماشي مشكل. انا اللون هو هذا مع الاضاءه، اللون ديالها مزيان هو هذاك. هنايا كنزيدوا له 2 معالق ديال السكر. كتعرفوا باش كتزول ديك الحموضيه الطوماطيشه، باش كتجي المذاق متوازن، كتجي شي حامضه. هنايا 2 معالق ديال المايزينا كنعملوهم في الماء وكنخلطوهم وكنعمل الصوص باش كيعطينا داك القوام ديالها ثقيل بحال اللي كتباع في المتاجر. وكنخليوه حتى يغلي على هذا الشكل هذا، وحنا كنحركو وكنزولوش يدنا من التحريك باش ما كتهاودش ديك مايزينا مع الصوص وتحرك وتعطينا الريحه خايبه. هاد الصوص هذه غزاله، ما غتبقاو دائما تستعملوها، وما تبقاوش تشريو ديال الزنقه، اقتصاديه جدا.
واخا ماتيشا غالية ولكن كتهنى، ماشي فواحد الثمن كل نهار كتشري شي حاجة واحد باكيتة ستيتوا بواحد الثمن. وعلى يديك وكتزيدوا لها الزعتر تنسموها كيما بغيتو، كتخدوها وكتقسموها في الفريزر او فريكو، واللي كتحتاجوها كتعملوها كطيبوا بها اي حاجه كتحتاج فيها الصوص، المعجنات، بيتزا، الدبنجات. نشارك معكم شني عدلت بها. وفي هذا الاثناء هذا ها القوام ديالها كيفاش كيجي وباقا ما بردتش، اللي تبرد اكثر واكثر كترجع بحال الصوص ديال اللي كنشريو، واحسن واحسن، سواء في المذاق سواء في النظافه، سواء كتعرف ما كتعطيني وليداتك ونكرشك. وهذا هي الصوص طوماط ديالنا. احنا هنايا عملنا فيها تشيشه عملناها مع شويه ديال العنيقات، وكيفاش كتجي كتحمق صافي كتجي ساهله، كتعمل غير تشيشه وكتعمل الصوص، وانتينا كيتجي فيها كل شيء سهله دغيا دغيا تعدلوها. واتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، واكيد ان شاء الله تعجبكم لان اي حاجه ديال البيت كامله مزيانه. وفي فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.